معروف انه المقلاية مش بتطول، تهلكيه بتبوظ بسرعة. تعال اقول لك ازاي تختاري مقلاية كويسة ان شاء الله تطول معاكي مدة حلوة. لو مهتمة بعنوان الحلقة كمل الفيديو للنهاية، يلا بينا. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هقول لك يا ست الكل تختاري ازاي مقلايه كويسه تعيش معاكي مده اطول ان شاء الله، لانه معروف انه المقلايه استهلاكي بالنسبه للضغط بتاع القلي اللي فيها والشوي والتحمير وخلافه، فبتبوظ بسرعه عشان شغلها كتير، استعمالها كتير. بس يا ريت قبل ما نبدا تعملوا بلايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. اول حاجه يعني اغلب الناس اول ما تيجي تشتري مقالي اقول لها لا ده في مقلايه واحده تركي وحاجه نظيفه خالص مثلا ب 250 280، وفي طقم ثلاثه مصري ب 400. تقول لا اخذ طقم المصري، واحده مش عارف قال للطشه وواحده مش عارف للثوم وواحدة مش عارف للقلي وواحدة للبطاطس، قسمهم لك ماشي براحتك يا مدام. انا قلت لك وانت براحتك. انت يعني هي ايه الفكرة؟ الفكرة عدد ولا الفكرة استعمالي قد الغرض معاي؟ يعني انا اجيب واحدة كويسة تعيش معاي 5 6 سنين، ولا اخد 3 4 وما يعملوش ولا حاجة معاي 5 6 شهور ويبدأوا يقشروا ولازم يترموا؟ فالافضل انك تجيبي حاجة كويسة في المجال بالذات، لانه المقلاية هتريحك حتى يعني في شغلها، لانه الحاجة النظيفة مش بتلزق ولا بتقشر وغسيلها سهل. يعني مقلاية زي اللي في ايدي دي تركي ايديال هوم، مقاس 28 320، وفي طقم زي ده دي الوسط، في واحدة اصغر منه وواحدة اكبر 220. يعني الطقم ارخص من المقلاية. بس تعال نبص على المقلاية دي ونبص على المقلاية دي. اولا المقلاية دي ناعمة. نعومة المقلاية يعني من اهم الحاجات اللي تدور عليها. النعومة، معنى النعومة انها مش هتلزق ابدا، معنى النعومة انها خامة كويس. تمام. بصوا على حيطانها عالي. تمام. هتقولي لي اجيب مقلاية حيطانها عالية؟ لا، انا مش الفكرة في كده. هي حيطانها عالية المقلاية التركي. تمام. بص على داي. اولا خشنة. تمام. والحيطان بتاعتها كده واطية، يعني اول حاجة هتدعك لك المطبخ. تمام. تاني حاجة مش هتطول، لانه انت يعني خشونة في احتكاك في بالمعلقة السيليكون رايح جاي رايح جاي هتتقشر. تمام. لكن دي نعومة، معلقة السيليكون هتجري فيها كده ومفيش حاجة هتلزق. الحاجة الخشنة عامة بتلزق فيها الحاجة بسرعة، الحاجة الناعمة مش هتلزق فيها. تمام. فيعني أول حاجة أنت لازم تجيبي حاجة غالية عشان تلاقي فيها المواصفات دي كلها، تلاقيها ناعمة وتلاقيها حيطانها عالية وتلاقيها مش هتلزق معاك، زائد انها هتاخد مدة طويلة معاك ان شاء الله. ولازم المقلاية بالذات تغسلوها اول باول، يعني خاصة الشغل المستورد دي ما ينفعش تسيبيه تخصص المقلاية للقلي على طول وتخليها بزيتها على طول. لا، ما ينفعش، لازم تخلصي بيها وتغسليها. تمام. ما ينفعش تسيبيها بزيتها على طول كده وتستخدميها على طول براحتك، لكن بعد ما تخلصي غسليها. بالنسبة للغسيل، انت معاك السفنجة قلنا هتغسليها من الناحية الناعمة مش من الناحية التانية. الناحية التانية دي تنسوها خالص. معلقة سيليكون، سفنجة من الناحية الناعمة. فيعني دي تركي عشان تعيش معاكي هاتيها كوري. التركي بيبقى محفور كده وبيبقى عاملين لك عليها 5 نجوم، بيبقى محفورة وعليها 5 نجوم. تمام. اما المقلاية دي فدي حلوة خالص، مان على الضغط نهائي. قالي والدنيا دي بتاعت قالي بس، يعني متهيألي ما ينفعش تطبخي فيه. فدي حلوة خالص في القالي لو انت بتعاني من الضغطشة بتاعت الزيت والكلام. هاتي دي هتريحك خالص كويسة. وقبل ما انسى، ممكن على فكرة تلاقي في المقالي جرانيت وتلاقيه خشن. تمام. ما تجيبيهاش دي، هاتي الناعمة. تمام. دي كانت حلقة يعني صغيرة عن المقالي، إهلاكية قوي، يعني بشوف العملاء كتير بيشتروها وأكثر ضغط عليه. انا قلت افيدكم باي معلومه يعني تقدري تشتري بيها مقلايه كويسه. ما تدوريش على العدد، العدد مش هيفيدك. تمام. اللي هيفيدك الجوده في المقالي بالذات، لانه عليها ضغط وعليها شغل كتير. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش دعمكم عشان نستمر وعشان تشجع بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.